بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على من اتبع الهدى، والصلاة والسلام على نبي الهدى. معانا بودنج قمر. شفتوه في اول الفيديو، سهل جدا وبسيط. هو عبارة عن مهلبية نشا عادية خالص، بشوية كده حاجات اضافات عشان تتدلع. وكيوي. الكيوي ده هنقشره ونضربه في الخلاط بشوية لبن صغيرين، وهنضيف عليه اضافة كده بسيطة وهي الجيلاتين، عشان نعمل طبقات بين البودنج والكيوي. احنا عارفين قيمة الكيوي الغذائية وطعمه شيك قوي، وتقديمه في الكاسات بيدي كده يعني أناقة لضيوفك ان انت مهتمية بيهم وحباهم، وتقدمي لهم حاجة شيك. طيب عشان ما اطولش على حضراتكم، انا بحب اضرب كل مكونات البودنج في الخلاط تحسبا من حاجه تكلكع، من حاجه تركن، من حاجه مش عارفه ايه، فبضربهم. وكده كده عاوز الخلاط في ضرب الكيوي، فجبته قدامي كده ايه وريحت نفسي. انا هعمل 3 كوبايات، ولو حابه تضاعفي براحتك. بعد كده هتضاعفي بقى النشا والدقيق والاضافات اللي هقولك عليها. معايا 3 كوبايات حليب، لبن شركات او لبان اللي يريحك او المتوفر عندك. ومعايا 3 معالق نشا، بس مش كبار، مش هرميين، 3 معالق عادية، وزيهم دقيق. خلاص. الدقيق من التركات التركي اللي اضافت للمهلبية بتاعتنا ملمس كده ناعم. احنا كنا زمان بنحط النشا بس او الكاستر بس، ما كناش بنستخدم الدقيق ده خالص. يا دوبك احنا عارفينه بقالنا بتاع سنة تقريبا. المهم، الاساسي عندي طبعا الايه، النشا. والدقيق والسكر اساسي طبعا، لكن ما بعد ذلك فانا بعتبره دلع للبودنج. ده النشا والدقيق اهو، 3 معالق و3 معالق. حلو كده. عندي بقى السكر برضو 3 معالق ودقيق، وزودي زي ما انت عايزه. دول اساسيات. خلاص. عايزه تدلعي المنتج بتاعك اكتر، فدول 3 معالق كريم شانتيه. عايزه تدلعي اكتر واكتر وتعلي القيمه، 3 معالق ايه، لبن بودر. يبقى احنا حطينا اساسيات وحبه ايه، دلع. يلا نضرب دول. انا معايا معلقه زبده هنزلها في الاخر قبل ما اطفي على البودنج. خلاص كده. طيب عشان بس ما انساش، ممكن انسى واسقط موضوع الزبده ده. بس انا كده برتاح نفسيا، وبتاكد ان كل شيء اختلط وبقى 100 100. حلو كده. طيب على النار بقى، وايدك فيها ما تسيبيهاش، عشان ما تشيطش من تحت او تكلكع، او يبقى القوام بتاعها مش مظبوط. تمام كده. لغايه لما تستوي خالص هنصبها في الاكواب او في الكاسات، في الاطباق اللي انت عايزاها. وابدا اعمل الطبقه التانية اللي هي الايه، الكيوي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا سايبه الحله على النار تسخن قصد عشان ننجز. تمام. بصي، ولا كلكعه ولا ان فرهد مع بالمضرب. هو ضربه بالمرزبه والعشره بالشاكوش. هو الخلاط بصراحه بينجز. معاه طبعا فانيليا. ليك الحريه، عايزه تحطي مثلا ماء زهر، ماء ورد، اللي انت عايزاه. بس هي الفانيليا بصراحه تحس ان هي محايده، بتمشي مع كل الاذواق، وبتمشي مع اي طعم هتضيفيه بعد كده. يعني ممكن مثلا المزهر او الموارد يتعارض مع الكيوي، تحس ان فيه طعوم مختلفه، لكن الفانيليا ما بتزعلش حد. طيب نتكلم شويه عن الجيلاتين. ده جيلاتين نباتي، ما تخافيش منه. وقولي كده للعطار عايزه جيلاتين نباتي ومتوفر اكتر من الحيواني، لان الحيواني اصلا غالي ومش متواجد في كل حته. دي عباره عن معلقه جيلاتين كبيره، اللي هي معلقه الاكل، عليها 5 معالق ميه. وده معيار ثبتيه، كل معلقه جيلاتين جنبها 5 معالق ميه. ميه تكون سخنه قوي عشان الجيلاتين يدوب كده وما يتكلكعش. وسيبيه جنبك يهدى. حاسه ان هو بدا يكلكع تاني بعد ما داب، خديه في الميكرويف ايه، لفه كده على السريع. تمام. ده اللي ايه هضربه مع الكيوي. طيب تعالوا نقطع الكيوي عمال ما البودنج ده يخلص. تمام. اغسلي الكيوي من بره، تمام، انه بيبقى ليه كده رمله قاعده في الشعر بتاعه. فوانتي
بتقطعي الرمله دي بتخش لحمها اللي جوه، زي عملة اي فاكهة او خضار نغسلها قبل ما نقطعها، عشان احنا عارفين ممكن اللي بره ده يتنقل جوه. هقطعها تقطيع طبعا عشوائي، انها كده كده هتتضرب، ما عدا واحدة بس هقطعها تقطيع كده شيك، عشان دي اللي هعمل بيها الديكوريشن على وش الايه الكوبايات او الكاسات. تعالى برضو نجهز الكيوي عمال ما البودنج يخلص. هسيب بس واحدة للتزيين وناخد الباقي هنقطعه كده تقطيع عشوائي. نحط عليه الجيلاتين، وزي ما قلت لك لو حاسه ان هو بدا يتجمد او يكلكع تاني حطيه في الميكرويف. وادي الجيلاتين. خلي الكوبايه جنبي، يمكن نحط شويه لبن نحط عليها، نجيب لهم شويه سكر. اللبن اهو احتياطي، ما ننساش دي على النار. قربت اهيت. طبعا احنا عارفين درجه السوى، تحسي ان طبعا القوام بيتقل ويطلع كده فقاعات ويبقبق. اول ما يبقبق خلاص بتنزليه من على النار وبتسيبيه ان هو بيكمل سوا في حراره الحله اللي بيسموها الاحتراق الذاتي، وبيزداد ايه تقل شويه. نزود لهم بس كده معلقتين سكر. تمام. نسيب برضو جنبي سكر احتياطي ربما اعوز تاني. وايه يا ستي، نضربها في الخلاط بقى. مش تنسوا معلقه الزبده، مهمه جدا برضو، بتنقلها نقله خطيره. وطبعا هي هتسيح دلوقتي من السخونيه، متقلقوش منها. حتى بعد ما تسقع وتتجمد مش هتحسي ان في حاجه كده مجمطه مضايقاكي، لا خالص. بتبقى فعلا برضو طريه وجوسي جدا، بتنجز مع المهلبيه ديت انجاز خطير. كده حلوه قوي وعظمه. بقت تبقبق اهي، شايفين الفقاعات دي كده؟ خلاص تمام كده. ارفعها من على النار ونعمل على طول الكيوي عشان ينزلوا مع بعض ايه طبقات. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. طيب حاسه ان لونه مش اللون القوي اللي انت حباه، هنعزز اللون بايه؟ ب لون اخضر غذائي برضو عشان يديك الدرجه اللي انت حباها. وانا فعلا هضيف دلوقتي او ضفت فعلا الايه اللون الاخضر. خلي اللون في الاخر عشان بعد ما تاخد السمك اللي احنا عايزينه، وبعد ما خلاص هعرف اتعرفت عليها هي عايزه ايه، عايزه سكر، عايزه لبن، عايزه جيلاتين تاني، مش عايزه اي اضافات. في الحاله دي ايه هنزود لها اللون. انا هرجعها الخلاط ان في كده ايه قطعه كيوي انا عايزه اخليها انعم من كده. انا مش بفصل الفيديو، بوريكي كل خطوه حتى لو فيها ايه لخبطه تعيشي معايا اللخبطه وتستفيدي منها. كده احسن، مفيش اي تكتلات ولا الكيوي ما اتضربش. احنا حطينا سكر صح؟ طيب الكيوي لو لقيتي عند العطار ريحه الكيوي زي ريحه ال مثلا الفستق، ريحه الفراوله، ريحه البرتقال، لو لقيتي الكيوي يا ريت. ما لقيتيش برضو استعيني بفانيليا عشان برضو ايه تحصلي على ريحه كده فواحه في البيت حواليك. برضو هنطول بالنا عليه يستوي، لان برضو الجيلاتين بيحتاج يستوي يوصل للقوام اللي انت حباه. وهنحط اللون ونشوف عايز اضافه لبن، اضافه جيلاتين، ونحكم بقى على لونه ونزود. كده تمام، وصلت للقوام اللي احنا عايزينه، استوت، دقتها سكرها مظبوط، كل حاجه فيها مظبوطه. كده بقى ايه ابدا انزل اللون عشان مش هضيف لها حاجه. لون اخضر، لون جل غذائي. نقطي كده وجربي 1 2 3 4 وقلبيها وشوفي هتحتاج تاني ولا لا. متهيألي كده روعة قوي، مش عايزة اي حاجة غير ان احنا خلاص نطفي النار ونبدأ ايه ننزل ونصب. في ناس تقولك طب انتي وجعتي قلبك ليه، ما كمل الاول، كنا عملنا مهلبية بيضة ولونا حبة بالاخضر. لا والله طعم الكيوي بيفرق. طعم الكيوي في الاخر ليه كده مزازة جميلة قوي،
بتفرق بصراحة في الطعم النهائي. هي افكار بقدمها لحضرتك وانت نفذي ايه اللي يريحك والمتاح في البيت. عايزة فعلا تعملي مهلبية وتلونيها لونين على راحتك، ممكن طبعا بقى تبدعي احمر واخضر واصفر واورنج وتعملي ايه يعني الوان الطيف كلها في كوبايه واحده، إيه اللي يريحك برضو. انا عايزه دي الاول تهدى شويه وكمان دي تبرد شويه عشان ما ننزلهمش على بعض، يعني ادي حوالي 10 دقايق فرق بين كل طبقه وطبقه عشان ما يختلطوش ببعض. كل ما اخدت شكل كده ايه عشوائي زي الفنان التشكيلي اللي بيرمي نقط على اللوحه في الاخر تديله شكل روعه، بيبقى بمحض الصدفه، يعني كون نفسه بصدفته، مش مكانش مخطط له. يعني كل ما بتبقى حاجه جميله جدا مش مرسومه رسمه اللوحه بالمسطره. وصلنا لمرحله اكتمال القمر، شكله عشوائي وجميل وشيك. بص الشياكه جميله، وطبعا برضو هتزوقيها بالايه بالكيوي وعلى طبق التقديم كيوي. احب بس افكر حضرتك ان اللون ده حسب ذوقك، ممكن يبقى اغمق من كده، ممكن يبقى افتح من كده، ممكن ما تحطيش لون بس وتكتفي بلون الكيوي الطبيعي زي ما انت عايزه. حتى السكر الكيوي كده فيه مزازه جميله، انت حباها ما تحطيش سكر، لكن حاسه ان هي غريبه مع البودنج اللي يريحك. الاكل ايه عمليه مرنه زي ما تحبي، وبألف هنا وشفا. دخليها بقى التلاجة او كليها دافيه زي ما تحبي. يلا استودعكم الله.